ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل صينية السمك الصيادية القمر ديت. شايفين جمالها وحلاوتها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي الكتاب ما قال. هعملها معاكم واشاركها معاكم بطريقة امي الله يرحمها. وصفة سهلة وبسيطة وجميلة ومنقذة في نفس الوقت. لو كنت زهقت كده من السمك المقلي والسمك المشوي، تعالي كده نعمل صينية السمك الصيادية القمر دي. وشايفين كده السمك وجماله، سمك بقى بلطي كده وجميل وزي القمر وزي العسل. والكيلو عبارة عن 4 سمكات. انا دايما بحب المقاس دوت من السمك، يعني في لما اكون هقليه او هعمله كده صينية. لكن في السمك المشوي بجد انا بحبه اصغر من كده، ما بحبش السمك الكبير في السمك المشوي، خصوصا بقى لما بيكون مبطرغ بقى. وعايزه اقول لكم السمك الخنيني طلع ومالي الدنيا، وبسم الله ما شاء الله عليه وعلى طعمه وعلى جماله. وخبزت معاه كده رقاق فلاحي وكلنا بيه، وعملنا صينية مسقعة قمر تستاهل بقكم. صلوا بقى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلشان نعمل صينية السمك الصيادية القمر اللي انتوا شفتوها، هنجيب بقى كده بصلاية كبيرة ونصفرها بقى كده في شوية زيت، وهنزل بقى عليها بالتوابل، كمون بقى وفلفل اسمر وكزبرة. وعايزة تحطي بقى اي بهارات تانية او توابل تانية حطي. انا بقى استكفيت بكده، وهحط بقى كده معلقة من الهريسة الشطة اللي طبعا عمرنا ما نقدروا نستغنوا عنها، واساسي معانا في ايه؟ في اكل الاسماك او في جميع الوصفات بصراحة بدخلها معايا. هنا بقى كان معايا كده شوية من ورق الشبت والكزبرة، نزلت بيهم. خدت كده العيدان بتاعت الشبت، ادت بقى كده ريحة جميلة، وشوية ورق من برضو منه، والكزبرة الخضرة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بعد كده نزلت كده بمعلقة من التوم المفروم، بتدي بقى نكهة كده وطعم وريحة لصينية السمك الصيادية. عايزة اقول لكم الريحة بقى كده مفحفحة وقلب المكان. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولما بقى كده التسبيكة غلق او السبكت، نزلت بقى كده عليها بشوية مية مغلية. وبعد كده لما غليت نزلت بقى كده بالسمك، يعني سقطت السمك وخد غلوة كده على البوتاجاز، وكنت مولعة بقى كده فرن البوتاجاز. ودخلت الصينية وشايفين الجمال والحلاوة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. صينية سمك صيادية تستاهل بقكم. وعملت كده معاها جنبها رز ابيض. انا زوجي بيحب الرز الابيض مع ايه؟ السمك الصيادية. لكن لما السمك بيكون مقلي بعمل رز صيادية ببصلة. وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم دعوة حلوة كده من قلبكم.